اتكلم برضو بخصوص صفقة بولبينا. الزمالك قدم العرض الرابع والأخير. أكاديمية برادو طالبة 3 مليون دولار زائد 50% مكافأة بيع. مبالغ فيه الكلام قوي، كتير قوي، كتير يعني. غير كده ان هو عنده عروض كتير، في عروض كتير متقدمه له، وفي كشافين بالمناسبة من اوروبا، من اندية اوروبية متابعاه ومتابعاه كويس قوي. الكلام دوت في فيديو فات، ان اللعيب ده لو معاك وانت قدرت تطوره وقدرت تستثمره صح تستثمره صح، ساعتها انت مش بس انت هتستفيد بيه في الملعب، لا ده انت هتستفيد بيه ماديا. يعني اللعيب ده لو جاله عرض اوروبي كويس وبتاع، هيطلع من عندك تعمل له عقد محترم في نسبة إعادة بيع الحاجات ديت. اتبنى اللعيب دوت، هو استثمارك كفريق. في يعني مش بس هتستفيد بيه ماديا، بل هتستفيد بيه كمان في الملعب. هيديلك لعيب لسه صغير، فانت دي نقطة. تعالى برضو لنقطة تانية. هم يبكي وهم يضحك والله، بس ماشي. الإعلانات اللي بتتصور جوه نادي الزمالك، يعني بيقول لك اعلانات. لسه قاري خبر ان هو بيصوروا اعلانات جوه نادي الزمالك ومسلسلات، مشاهد من مسلسلات ومشاهد من اعلانات داخل نادي الزمالك. اه يا باشا، اصور يا باشا جوه نادي الزمالك، ما اصورش ليه؟ اصور، مش فيه فلوس؟ انا مش هاخد فلوس؟ الزمالك مش هيدخل خزنته فلوس؟ اه صور يا باشا، صور وصور سور النادي واعمل كل حاجة. اعمل ما بدالك، بيع ترمس جوه النادي. انا مش بهزر، اي حاجة هتدخل للنادي فلوس اعملها، محدش هيتكلم معاك. اللي اتريق يتريق يولع. هو حد بيجبي علينا؟ حد بيجبي علينا؟ جينا لقينا حد بيدينا فلوس وقلنا لأ؟ صور يا باشا، صور، اعمل اللي انت عايزه. المهم، اهم من التصوير واهم من كل ده، انك تعمل لي صفقات. اهم من الصفقات انك تعرف تدير الفرقة صح. فريق الكورة فيه كمية مشاكل مش طبيعية، ومرتبات متأخرة وسواد وناس ما اساسا ما تجدد لهاش، ناس اعمدة تقيلة في الفرقة ما تجدد لهاش. مش عايز اخص حد بالذكر. انا ما يفرقليش، مش هتجدد له مشيه عادي. راح واحد يجي 10. بس انا بطلب منك حاجة. انت كل اللي انت طالب، يعني كل اللي ناقصك في الفرقة، انت معاك سكواد تقيل، معاك سكواد محترم جدا. يعني ما تخليش حد يفكر انك انت كزملكاوي، يعني ما تخليش حد يقلل من السكواد بتاعك. السكواد بتاعك تقيل. السكواد بتاعك انت في عز جبروته، في عز جبروت المنافس، انت واخد سوبر منه، وسوبر القرن. يعني ما تخليش حد يلعب لك في دماغك ويقول لك ان السكواد تقيل، السكواد ضعيف. السكواد تقيل، السكواد تقيل قوي. تمام، انت كل اللي محتاجه بالظبط حوالي 4 لعيبة. 4 لعيبة من الدفاع للهجوم، يعني منهم واحد يقدر يلعب معاك، يعني اللي هو خط وسط مهاجم بمعنى اصح. عشان ما لفلكش الدنيا. انا ببسط لك الموضوع على قد ما اقدر في الكلام، ومش بجعلص لك الموضوع. انا عايز اوصل لك المعلومة على ابسط طريقة. انا مش عايز اجعلص لك الدنيا، بس انا بحاول اوصل لك المعلومة بابسط طريقة. هو خط 3 لعيبة، واحد مدافع، وعندك لعيب في خط الوسط. تمام، وعندك لعيب خط وسط مهاجم. تمام، وعندك لعيب مهاجم.
بس تجيب مهاجم زي ما بيقول الكتاب، وده ما يخلكش انك انت تتغاضى مثلا عن التعاقد مع بولبانا ده. حاول بقدر الامكان. السلام عليكم.